في عام 98 ميلادي كانت الإسكندرية مدينة تضج بالحياة والحركة تحت حكم الإمبراطور الروماني تراجان. في هذا المشهد المهيب وقف كدرون ليتسلم مقاليد القيادة الروحية للكنيسة القبطية خلفا للبابا أومانيوس. لقد أصبح الآن البطرير كالراب حاملا شعلة الإيمان التي أوقدها القديس مرقس الرسول في قلوب المؤمنين الأول. لم تكن تلك الأيام يسيرة، فقد كانت الكنيسة ترزح تحت ضغوط الحكم الروماني الصارم، لكن كدرون واصل مسيرته بثبات لا يلين. لم يكن منصبه مجرد لقب تشريفي، بل كان صراعا يوميا مريرا لتثبيت الإيمان في القلوب وسط تحديات العصر وتقلبات السلطة. قضى كدرون 11 عاما كاملا في خدمة الكنيسة، يتنقل بصبر بين بيوت المؤمنين، يمسح دموع الحزانة ويثبت أركان الجماعة الناشئة. He worked as hard as he can, helping the poor, أن يعمل بصمت دؤوب، مواجها جبروت الرومان بحكمة روحية عميقة، محولا كل تهديد إلى فرصة لتقوية العقيدة ونشر السلام والمحبة بين أفراد رعيته المضطهدة. في عام 109 ميلادي انتهت رحلة كدرون الأرضية. حملت الأيادي جثمانه الطاهر في موكب مهيب عبر شوارع الإسكندرية نحو كنيسة بوكالس التاريخية. هناك أودعوه في مثواه الأخير بجانب القديس مرقس، ليبقى شاهدا أبديا على عصر الصمود والتمسك بالعقيدة.